تتوالى الأحداث المشوقة والمثيرة في هذه القصة الخيالية، وتأخذنا في رحلة رائعة بين عوالم البحار والحب والمغامرة. فماذا سيحدث لحورية البحر لارا والأمير عز الدين؟ هل ستنجح قوى حبهما في تحقيق الأحلام والتغلب على الصعاب؟ استعدوا لاستكشاف أسرار هذه القصة المشوقة والمعبرة، حيث يلتقي الخيال بالواقع والحب يتحدى الظروف ليصنع المستحيل. ففي قديم الزمان وفي أعماق البحار الساحرة تمكن أسرار عالم خيالي مدهش يسكنه مخلوقات ساحرة تلهم الخيال وتثير الدهشة. أهلا بكم مستمعي في قناة قصص فريدة ستوريز. قصتنا اليوم بعنوان حورية البحر والأمير عز الدين. رغبة قوية لاستكشاف البحار والمحيطات والكشف عن أسرارها العميقة. وفي إحدى رحلاته البحرية، وبينما كانت الأمواج تتلاطم بقوة، صادفت عينيه تألقا غريبا يتلاشى سريعا، لكنه لم ينسى اللمحة الساحرة التي سرقت قلبه، وعزم على معرفة الحقيقة وراء ذلك اللمعان. قرر البحث بجمالها وسحرها على الفور. مع مرور الوقت أصبح عز الدين متعلقا بلارا وأحبها بصدق، ثم قرر تأجيل وداعها والاستمتاع بأيامهما المتبقية معا. وفي يوم من الأيام أخذ عز الدين لارا في رحلة استكشافية على متن سفينته الخاصة. اكتشف أماكن جميلة وغامضة في البحار، واستمتع بالمغامرات المشوقة. وصلت رحلتهما بكل حب وامتنان، ثم واصل عز الدين ولارا حياتهما معا في البحر، وعاشا حبا أبديا وسعادة لا توصف. رغم أنهما عاشا في البحر، إلا أنهما لم ينسيا الأرض والأصدقاء الذين تركوهم وراءهم. كان لديهما ذكريات جميلة ومؤثرة عن مغامرتهما على اليابسة. قررا أن يرويا قصتهما للعالم الخارجي كرسالة من